السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ النهاردة بقى هنعمل اكلة جديدة وفي نفس الوقت من اكلات العيد الكبير. دي عكاوي. اللي معرفش العكاوي ده ديل الذبيحة. تمام، عملناه بطريقة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت هيعجبك جدا، واللي مجربوش يجربه. يلا بينا نشوف الوصفة النهاردة بتقول لنا ايه. معايا كده معلقة من الزبدة، هندي بقى فيها تشويحة كده للعكاوي، هنكون غسلينها كويس. تمام، بصوا بقى، ده الجزار بيقطعها التقطيعه دي. عايزاها اصغر من كده بتقوليله قطعها لي اصغر من كده، بس دي تقطيعه مناسبه. تمام، بنحط معلقه الزبده وبنشوح بقى العكاوي كده ايه في معلقه الزبده بعد ما بنغسلها، وبننزل عليها ببصله متقطعه نصين او 4. بنشوحها كده بقى في الزبده بعد ما تغير لونها. بصوا، هنفضل نشوحها كده كتير يعني لغايه ما العكاوي تحسي انها استوت، بس طبعا هي لسه ما استوتش بس لونها اتغير. تمام، زي ما انتم شايفين كده. بحاول اقلبها طبعا عشان القطع يعني مدوره، فمش عايزه تلف في الحله بالمعلقه الخشب. هنا كان لونها كله اتغير، ابتديت انزل بالتوابل. حطيت ورق لورا وشويه بهارات. تمام، اي نوع بهارات عندك عايزه تحطيه حطيه. حطيت هنا بصل وتوم باودر، انا حاطه الاتنين على بعض يعني. حطيت ملح. تمام، وحطيت كمان فلفل ابيض، يعني زي الفلفل الاسود كده بس ده فلفل ابيض. تمام، وحطيت هنا بقى ايه اخر حاجه بعد ما حطيت الميه، نزلت بمعلقه من السكر وسبتها تتسلق براحتها خالص. اول ما غليت وطيت عليها. انا سويتها سوا كامل يا جماعه عشان انا مش عايزاها سوا الا ربع ولا نص سوا. تمام، سوا كامل، لان انا في الاخر انا عايزاها ملمسها زبده، عايزاها تدوب دوب كده، مش عايزاها تشد، فهسويها سوا كامل. جبت هنا بقى ايه صينيه تانية، حطيت فيها برضو معلقه زبده وشويه صغنطتين من الزيت عشان الزبده ما تتحرقش. ونزلت هنا بالخضار بتاعي، الخضار اللي هو ايه، بصل، بطاطس، فلفل الوان، بصل وبطاطس وفلفل الوان. ونزلت عليهم بمعلقه من الفلفل ومعلقه من الكمون ومعلقه من الملح. بصوا بقى، هنا انا سبتهم يتشوحوا ودبلوا بس، يعني يا دوب الخضار دبل. وجيت هنا بقى للعكاوي، كانت هي اتسلقت خلاص سوا كامل. جبت بقى الطاجن بتاعي وهنزل بقى ايه اطلع كده العكاوي من الشوربه بتاعتي. طبعا دي شوربه من الاخر. تمام، نزلت بقى كده بالعكاوي بتاعتي في الطاجن، ايا كان الطاجن بتاعك فخار او بايركس او صيني مش هتفرق. بعد ما نزلت كده ايه بالعكاوي، هنزل بقى فوقيها بالخضار بتاعنا اللي احنا ايه اديناله تشويحه كده في الزبده لغايه ما دبل. تمام، طبعا علبه الزبادي دي ملناش دعوه بيها. جبت هنا حبه شوربه من شوربه العكاوي وحطيت فيهم معلقه من الصلصه. الطريقه سهله وبسيطه ومفيش اسهل من كده، وبجد مفيش اطعم من كده. انتوا لسه ما حطيتوش لايك لغايه دلوقتي؟ انتوا لسه ما عملتوش اشتراك؟ طب يلا بقى اشتركوا وحطوا لايك. هنا بقى نزلت بمعلقه الصلصه وشويه الشوربه على وش العكاوي من فوق والخضار بتاعنا، عشان ايه الخضار يكمل سواه والعكاوي تكمل بقى ايه تبقى زبده. نزلت برضو بحبه بهارات من على الوش كده، وطبعا ملحنا مظبوط. وغطيتها بغطا الباركس او بورق سلوفان، مفيش مشكله. ودخلتها الفرن لغايه ما بقى ده شكلها بعد ما طلعت. عايزه اقول لكم حاجه كده تحفه جدا. العكاوي مش مستحمله ان انا بصوا يعني مش مستحمله ان انا احط الشوكه فيها كده. والخضار استوى والبطاطس استوت، وبجد الف هنا وشفا لكل اللي يعمل الوصفه دي واللي ما يعملهاش برضه. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.